السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للقناة لنشر المزيد من الأخبار. المنتخب العراقي. محمد السهلاوي لاعب المنتخب السعودي السابق قد أثار النقاش حول الأداء المتميز للمنتخب العراقي في الفترة الأخيرة، مشيدا بالمنظومة التي تعمل بشكل متكامل لدعم اللاعب أيمن حسين. يعتبر حسين من أبرز المهاجمين في الفريق، حيث استطاع تحويل الفرص إلى أهداف بمهارة عالية، مما يجعله أحد العوامل الرئيسية في نجاح المنتخب العراقي. في سياق تصفيات كأس العالم، يظهر المنتخب العراقي أداء قويا، حيث يعتبر الأكثر جمعا للنقاط في الوقت الحالي. هذا النجاح لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني واللاعبون، الذين يتسمون بالروح القتالية والإصرار على تحقيق المكاسب. علاوة على ذلك، يتمتع المنتخب العراقي بقدرة استثنائية على العودة في المباريات حتى بعد التعرض للخسارة. هذه السمة تجعل الفريق دائما في وضعية تنافسية، حيث يشعر اللاعبون بالثقة في إمكانية قلب الطاولة وتحقيق الفوز في أي لحظة. بفضل هذه العوامل، يبرز المنتخب العراقي كقوة لا يستهان بها في الساحة الرياضية، مما يفتح أمامه آفاقا واسعة نحو تحقيق طموحاته في التصفيات والمنافسات الدولية المقبلة. إن دعم الفرق المحلية والاهتمام بالمواهب الشابة سيكون له تأثير كبير على مستقبل الكرة العراقية، مما يعزز من فرص الفريق في الاستمرارية وتحقيق الإنجازات. في خطوة تهدف إلى تعزيز تركيز المنتخب الوطني واستعداداته للمباريات المقبلة، أعلن المدرب خيسوس كاساس عن إغلاق تدريبات الفريق اليوم وغدا الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة بعيدا عن وسائل الإعلام والجماهير، مما يعكس حرص الجهاز الفني على خلق بيئة مثالية للاعبين، حيث يتمكنون من العمل بجدية دون أي تشتت. يعتبر هذا القرار جزءا من استراتيجية كاساس للتأكد من أن اللاعبين يمكنهم التركيز الكامل على التحضيرات الفنية والبدنية، مما يسهم في تحسين الأداء الجماعي للفريق. كما يظهر هذا النهج اهتمام المدرب بتطوير التكتيكات اللازمة لمواجهة التحديات القادمة. إن إغلاق التدريبات يتيح للمدرب فرصة تجربة خطط اللعب وتكتيكات جديدة، بالإضافة إلى منح اللاعبين الوقت الكافي للتأقلم مع الأسلوب الفني الذي يسعى الفريق لتبنيه. يعتبر هذا النوع من التحضيرات أمرا شائعا في عالم كرة القدم، حيث يلعب التركيز دورا حاسما في تحقيق النجاح. يتطلع الجمهور إلى رؤية النتائج الإيجابية لهذا القرار، حيث يأمل الجميع أن يكون المنتخب جاهزا بشكل تام للمنافسات القادمة، مما يعزز من آمال الفريق في تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير. إن روح الفريق والتعاون بين اللاعبين ستكونان مفتاح النجاح خلال هذه الفترة الحرجة. بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق أعرب عن رأيه حول المنافسة الشديدة المتوقعة في بطولة خليجي 26 التي ستقام في الكويت، حيث أكد أن هناك 7 منتخبات تعتبر مرشحة بقوة للفوز باللقب، نظرا لتقارب المستويات الفنية بين الفرق المشاركة. يعزز هذا التنافس من حماس الجماهير ويضفي طابعا خاصا على البطولة، مما يجعل كل مباراة تمثل تحديا حقيقيا. وأوضح بشار أن الفرق المرشحة تمتلك عناصر قوية وتاريخا حافلا في البطولات الإقليمية، مما يزيد من فرصها في المنافسة على اللقب. كما أشار إلى أهمية الاستعدادات الجيدة والتكتيكات المدروسة، حيث تلعب التحضيرات دورا كبيرا في تحديد مصير الفرق خلال البطولة. وأكد على ضرورة أن تكون الفرق جاهزة نفسيا وبدنيا، مشددا على أن العامل النفسي قد يكون له تأثير كبير في الأداء خلال المباريات الحاسمة. كما دعا الجماهير إلى دعم المنتخبات الوطنية، حيث يعتبر الحضور الجماهيري من العوامل المحفزة التي تعزز من روح اللاعبين داخل الملعب. في الختام، أبدى بشار عبد الله تفاؤله بنجاح البطولة، متمنيا أن تشهد منافسات مثيرة ومليئة باللحظات الرائعة التي تظل عالقة في أذهان عشاق كرة القدم الخليجية. شقيق اللاعب أحمد ياسين زيد ياسين لموقع المغتربين: أتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله الفوز، ومنتخبنا على قد المسؤولية. عودة أحمد ياسين إلى المنتخب الوطني هي عودة مستحقة، وأن شاء الله جمهورنا العزيز يكون اللاعب رقم 12. وأتمنى ما يستفزنا أي أحد. صحيح توجد غصة في قلوبنا من المباراة معهم الأردن في كأس آسيا، والسبب كان ظلم واضح،
لكن يجب أن نهدئ ونركز على هذه المباراة. أبدى المدرب خيسوس كاساس انزعاجه وغضبه بعد تلقيه معلومات حول تسريب تدريبات منتخب العراق الأخيرة، حيث انتشرت هذه المعلومات بشكل واسع في وسائل الإعلام. وقد أبلغ أحد مساعدي كاساس المدرب بهذا الأمر، مما دفعه إلى الاستغراب من تصرفات الإعلام العراقي وتجاهله للرد على مثل هذه الانتهاكات. يسعى كاساس للحفاظ على تركيز الفريق وخلق أجواء مثالية للتحضير للمباريات القادمة، حيث أن تسريب تفاصيل التدريبات يمكن أن يؤثر سلباً على الأداء العام للمنتخب. وفي هذا السياق أكد كاساس على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لردع مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على السرية في التمارين الخاصة التي تعتبر جزءاً حيوياً من الاستراتيجيات الفنية. ومن جهة أخرى يعبر اللاعب علي سالم عن وجهة نظر مختلفة، حيث يرى أن الشفافية مع الإعلام قد تسهم في تعزيز العلاقة بين المنتخب والجماهير. على الرغم من ذلك، يبقى الهدف الأساسي للمدرب كاساس هو تأمين أجواء تدريبية صحية تتيح للاعبين التركيز الكامل على تطوير أدائهم. إن هذه القضايا تبرز أهمية التعاون بين اللاعبين، الجهاز الفني، ووسائل الإعلام لضمان نجاح المنتخب في المنافسات المقبلة، حيث يتطلب الأمر التوازن بين الانفتاح والسرية للحفاظ على استراتيجيات الفريق. في مقابلة صحفية حديثة، أعرب النجم العراقي إبراهيم بايش عن تقديره الكبير للجمهور العراقي، مؤكداً أن الدعم الذي يتلقاه من هذا الجمهور هو ما ساهم في تشكيل مسيرته الكروية. وقال بايش: الجمهور العراقي هو صاحب الفضل على إبراهيم بايش، فهم داعمون لي من فترة الخليج وحتى الآن. أتمنى أن يتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم، وأن نعيد لهم الفخر بالمزيد من التألق. كما تحدث بايش عن لقبه الشهير، حيث أوضح: أول شيء، لا ينادونني باسمي، بل ينادونني باسم والدي بايش. ثم أطلقوا علي لقب الجوكر، لأنني ألعب في المنتخب وفي النادي في أكثر من مركز، وهذا يعكس مرونته وقدرته على التكيف في مراكز متعددة، مما يجعله لاعبا مميزا في تشكيله فريقه. وعن تميز اللاعب العراقي، أكد بايش أن اللاعب العراقي لديه عزيمة وإصرار وتحد. أتمنى من باقي الأندية أن يلتفتوا إلى اللاعبين العرب، وخاصة في العراق. هذا التصريح يعكس رؤية بايش حول تعزيز المواهب المحلية ودعمها، مما يساهم في رفع مستوى الكرة العراقية بشكل عام. يعتبر إبراهيم بايش واحدا من أبرز اللاعبين في الساحة الرياضية العراقية، حيث يملك تاريخا حافلا بالإنجازات والبطولات. يتمتع بقدرات فنية عالية، بالإضافة إلى رؤية ثاقبة للعبة، مما يجعله عنصرا أساسيا في خطط المدربين. كما يتمتع بشخصية قيادية تجعله قدوة للعديد من الشباب الطامحين في عالم كرة القدم. في ظل التحديات التي تواجهها الكرة العراقية، يبقى الأمل معقودا على اللاعبين مثل بايش، الذين يحملون طموحات الجماهير وآمالها. التحديات كبيرة، لكن العزيمة والإصرار يمكن أن تفتح الأبواب أمام النجاحات المستقبلية. باختصار، يرى بايش أن الدعم الجماهيري والالتزام الشخصي هما المفتاحان لتحقيق الأهداف والطموحات، ومن خلال هذه الروح يسعى لتحقيق إنجازات جديدة مع المنتخب الوطني، مما يعكس حبه وانتماءه لوطنه.